السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى جمهور في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة أقول لكم ازاي حولت الجمبري القمر ده لده بطريقة سهلة وبسيطة، هنغلب بيه بقى المحلات وهنغلب بيه بقى المطاعم، وعمرك برة تاني ما هتروحي تاكليه. تمام. طبعا الجو قلق خالص اليومين دول، وطبعا كل الناس قلقانة بسبب عرض المسلسل بتاع سفاح الجيزة. طبعا احنا بقى خلينا في السليم ونبعد بقى عن اي كلام في لحوم او في فراخ او اي قلق من ده. احنا ملناش في الكلام ده خالص، احنا بتوع الاسماك والحاجات الطيبة الحنينة دي اللي مفيش فيها اي ضحية. يلا كده بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض في الطريقة على طول. اول حاجة معايا نص كيلو من الجمبري اللي انا جايباه المقاس بتاعه مش جامبو، واقل من الجامبو شوية. النص كيلو دوت انا كنت جايباه ب120 جنيه. هو الراجل كان عايز يديهولي ب150، بس انا خدته منه ب120. حضرت بقى معايا هنا كده الخله بتاعه الاسنان او التوث بيكس، علشان خاطر انضف بيها الخيط الرملي، ومعايا سكينه هنا كده صغيره يكون ليها سن رفيع، علشان خاطر اعمل بيها كده فتحه في الظهر بتاع الجمبري زي ما حضراتكم شايفين، علشان خاطر اتخلص بيها من الخيط الرملي او السلسله الرمليه اللي بتكون في ظهر الجمبري. ودي ضروري جدا ان احنا نتخلص منها، علشان خاطر والعياذ بالله ديت بتسبب امراض وحشه جدا. يعني عايزه اقول لكم والعياذ بالله عافانا الله واياكم، دي بتعمل حصوات على الكلى. تمام. فضروري ان احنا نتخلص منها. شايفين شكل الخيط الرملي؟ طبعا اللي على صباعي دوت كل دوت رمل. فيا جماعة ده مؤذي جدا، ضروري جدا ان احنا نتخلص منه. علشان كده انا الجمبري عمري ما اروح اكله ابدا بره، لازم ان انا اجيبه في البيت وانضفه بايديا بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. طبعا ده طبعا يعني لصحتنا ولصحة اولادنا، علشان خاطر دي حاجة ما ينفعش ان احنا نتخطاها ابدا. يعني زي ما ذكرت ان هي خطر جدا على الصحة. تمام. نرجع بقى للمسابقة الدينية اللي انا كنت عملتها مع حضراتكم على القناة. كنت سألت سؤال في الفيديو اللي قبل ده، السؤال كان بيقول: ما هو اسم خازن الجنة وما هو اسم خازن النار؟ اسم خازن الجنة هو رضوان، واسم خازن النار هو مالك. معايا سؤال برضو سهل وبسيط في الحلقة دي او في الفيديو ده، اي حد يقدر يجاوب عليه بمنتهى السهولة. السؤال بيقول: ما هو دعاء سيد الاستغفار؟ اللي يعرف الإجابة يكتبه في التعليقات، واللي ما يعرفش الإجابة يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات. وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي زي ما عودتكم هقول لكم على الإجابة بتاعة السؤال. تمام. خلصت كده كل الكمية معايا زي ما حضراتكم شايفين دوت كده كمية الخيط الرمل اللي طلع معايا. طبعا انا كل ما كنت بطلع شوية كنت بمسح على الطرف بطرف صباعي كده على المنديل، لان انا لازم اتخلص منه زي ما ذكرت لانه مؤذي جدا. تمام. هاخد الجمبري بتاعي بقى انقعه كده في ميه فيها دقيق وليمون وخل، يعني مده لا تقل عن ربع ساعه، علشان خاطر يتخلص من اي زفاره بتكون موجوده فيه. وبغير الميه عليه كل شويه. بعد كده بقى هروح اجهز التتبيله اللي انا هعمل بيها السمك وهعمل بيها الجمبري. التتبيله هي عباره عن توم مع فلفل، الكميه حسب ما حضرتك تحبي، وبعد كده ملح. التوابل والبهارات بتاعتي هي ملح وكمون، والبهارات بتاعه السمك، والكزبره طبعا اللي هي المطحونه او الكزبره الناعمه، موجوده عند اي عطار. تمام. وممكن حضرتك تضيفي فلفل سبايسي لو حابه، بس انا ضايفه معايا هنا فلفل رومي. وبعد كده ضربتهم كويس جدا في الكبه، طحنتهم لغايه لما وصلوا معايا للشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كنت غسلت هنا الجمبري زي ما قلت وصفيته كويس جدا من اي ميه بتكون فيه. بعد كده هاخد التتبيله ديت وهضيفها على الجمبري. طبعا الكميه اللي انا عملتها مع حضراتكم ديت هي كانت على قد الجمبري، بس انا هعمل تتبيله تانية زيها بالظبط للسمك. تمام. بعد كده هعصر عليه حوالي ليمونه، يعني حجم ليمونه كده متوسطه، هعصرها كده على الجمبري زي ما حضراتكم شايفين، وهتبله كده وهسيبه في التتبيله ديت مده لا تقل برضو عن ربع ساعه، يعني من ربع ساعه لنص ساعه. بس لازم ان انا في الاول اقلبه كده كويس زي ما حضراتكم شايفين، علشان خاطر اتاكد ان التتبيله اتوزعت كويس جدا على كل كميه الجمبري اللي معايا. تمام. بعد كده هسيبه في التتبيله ديت مده لا تقل عن نص ساعه زي ما ذكرت. بعد مرور نص ساعه هاخد بقى معايا كده حله واحطها على النار، واضيف فيها حوالي نص فنجان صغير من الزيت. تمام. وبعد كده اول ما يسخن كويس جدا معايا هبدا ان انا اضيف عليه الجمبري زي ما حضراتكم شايفين. تمام. مش قادره اقول لكم بقى على الريحه في الوقت دوت بتاعه الجمبري كانت عامله ازاي. يعني عايزه اقول لكم والله ريحه الجمبري كانت في منتهى الجمال، كانك واقفه بالظبط كده في مطعم من مطاعم الاسماك المشهوره اللي بتعمل اكلات يعني زي اللي احنا كده بنشوفها في التلفزيون او بنشوفها على السوشيال ميديا. تمام. والله يا جماعه الريحه بتتكلم عن نفسها، انا كان نفسي تكونوا موجودين معايا وتشموا الريحه عامله ازاي.
بعد ما قلبته كده كويس جدا وشوحته كده وبدأ ياخد لون زي ما حضراتكم شايفين، هبدأ ان انا اضيف عليه هنا بصلايه. انا مستخدمه بصل احمر مقطعاه جوليان زي ما حضراتكم شايفين، وهضيف عليه هنا طماطمايه برده مقطعاها جوليان زي ما حضراتكم شايفين برده. وبرده معايا هنا قرن فلفل رومي مقطعاه كده قطع صغيره او شرايح زي ما حضراتكم شايفين معايا. واخر حاجه هضيفها معايا هي حوالي 5 أو 6 فصوص من الثوم مقطعهم قطع صغيره كده، او ممكن تضيفيهم صحاح زي ما هم. تمام. بعد كده هبدأ ان انا اشوح الجمبري بتاعي مع الطماطم مع البصل مع الثوم مع الفلفل زي ما حضراتكم شايفين كده كويس جدا. هشوحهم برضو معايا يعني مدة لا تقل عن دقيقتين. تمام. في الوقت ده بكون بقى مجهزة معايا مية. المية طبعا ما تكونش مغلية علشان ما تهريش الجمبري، يعني يفضل تكون مية فترة او مية من الحنفية. تمام. هضيف بقى المية كده، انا عايزة طبعا اعمل كمية شوربة كويسة علشان خاطر اخد منها واعمل الرز بتاع الصيادية. علشان خاطر حضراتكم اللي سألني على الرز بتاع الصيادية، انا هعملها مع حضراتكم في الفيديو دوت عشان تشوفوا الطريقة بتاعته عاملة ازاي. تمام. هزود بس هنا كمية المية علشان خاطر ترمي معايا كمية شوربة كويسة، وطبعا بيكون طعمها جميل جدا. يعني عايزة اقول لكم بتودي طعم الرز الصيادية في حتة تانية. بس اللي مش متاح عنده الشوربة ديت يقدر يعمل رز الصيادية بمية، مفيش اي مشكلة خالص. تمام. وممكن برضو يتعمل بالشوربة بتاعة الجمبري او ممكن بشوربة الكابوريا، بيكون طعمه في منتهى الجمال. تمام. بعد كده هسيبه على النار تكون متوسطة، يعني يغلي معايا غلوتين كده وهطفي عليه. لو احتاج ملح بضيف له ملح. تمام. بعد كده هاخد بقى معايا حلة تانية هنا على النار وهحط فيها حوالي فنجان صغير من الزيت. اول لما الزيت يسخن معايا كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين، بكون في الوقت ده مجهزه معايا هنا بصلتين حجم متوسط او بصلايه يكون حجمها كبير، ومقطعاها قطع صغيره جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ممكن حضرتك تضربيها في الكبه، مفيش مشكله. تمام. بعد كده هبدا ان انا اشوح البصله معايا كده زي ما حضراتكم شايفين لغايه لما تاخد لون. كان الجمبري هنا معايا ما شاء الله اللهم بارك، يعني بالظبط بعد حوالي ربع ساعه كان استوى معايا. طبعا زي ما ذكرت النار بتكون متوسطه علشان انا مش عايزه الجمبري يتهري معايا. طبعا الجمبري والكابوريا ما بياخدش تسويه خالص على النار، يعني بالكتير قوي من ربع ساعه لتلت ساعه. ولو النار بتاعت حضرتك اللي انت حطاه عليها يعني اقل من المتوسطه، ممكن يقعد معاكي انه حوالي نص ساعه. تمام. يعني مش اكتر من كده، لو كترتي عليه اكتر من كده تسويه هيتهري معاكي ويخرج بره القشر بتاعه. بعد كده هاخد بقى معايا هنا من الشوربه بتاعه الجمبري زي ما حضراتكم شايفين، وهسقي بيها البصله ديت اللي انا حمرتها علشان خاطر اعمل بيها الرز الصياديه. لو مش متاح عند حضرتك شوربه في الوقت دوت بتاعه جمبري او كابوريا، ممكن حضرتك تعمليه بالميه، مفيش اي مشكله اطلاقا. ودي الطريقه الاصليه الرز بتاع الصياديه. انما لو متاح عند حضرتك الشوربه بتاعه الجمبري او الكابوريا فده طبعا فضل ونعمه، يعني خير وبركه. تقدري تعملي بيه زي ما انا ما عملت كده، هتودي معاكي الطعم في حته تانية خالص. تمام. كنت مجهزه معايا حوالي نص كيلو من الرز المصري، غسلاه كويس جدا ومصفياه من الميه. وبعد كده هبدا اول ما الميه بتاعه الشوربه بتاعه الرز تغلي معايا، هبدا ان انا اضيف عليها الرز. وبعد كده هضيف عليه معلقه صغيره من الكركم. طبعا دي بتخلي اللون بتاع الرز الصياديه، يعني بتديله لون كده اصفر زي اللون بتاع الرز البسمتي. تمام. لو مش متاح عندك تقدري تغمقي البصله شويه فهتغمق معاكي الرز بتاع الصياديه. تمام. بعد كده هحس ان هي مثلا لو احتاجت معايا كمية تاني من المية، هبدأ ان انا اضيف عليها حوالي كبشتين او 3 من الشوربة لغاية لما بس المعيار بتاع الرز يكون متساوي. يعني يدوبك كده تكون الشوربة او المية مغطياه بحوالي عقلة صباع، او مثلا من سنتي ونص لاتنين سنتي، مش اكتر من كده. تمام. طبعا هنا هبدأ بقى ان انا اشوف لو محتاج ملح بزود له ملح، مش محتاج ملح يبقى تمام كده. وهغطي عليه واسيبه على نار متوسطة لغاية لما يتشرب، وبعد كده بهدي عليه النار خالص. كنت تبلت معايا السمك برضو، غسلته كويس جدا في الاول وعملت له محلول نقع بالدقيق والليمون. وبعد كده هتبله بنفس التتبيله اللي انا عملتها للجمبري. معايا هنا 4 سمكات من البلطي. ممكن حضرتك تستخدمي اي نوع سمك متاح عندك او اي نوع سمك تفضليه، مش ضروري خالص ان انت تستخدمي سمك بلطي. تمام. بس انا عندي الاولاد بيحبوه طبعا. انا كان حصل معايا هنا كده دروب زلزال بسيط، بس الحمد لله يعني ربنا ستر. ايديا خبطت في الستاند بتاع الرينج لايت اللي انا بصور بيه، فالحمد لله ان هي جت على قد كده وما وقعش الحمد لله لانه كان ماسك التليفون. تمام. بعد ما تبلت السمك كده زي ما حضراتكم شايفين وعملت فيه الفتحات ديت، انا كنت سايباه مده لا تقل عن ساعه جوه التتبيله دي. بعد كده هقلبه كويس جدا في الدقيق. انا حاطه هنا الكميه معايا كوبايه ونص من الدقيق على نص كوبايه من النشا، وهقلبه كويس جدا معايا.
وبعد كده هبدأ بقى في طاسة كده يكون فيها كمية من الزيت الغزير، وضروري يكون الزيت سخن جدا. هبدأ ان انا اضيف معايا كده السمك بعد ما قلبته كويس جدا في الكفر اللي انا عاملاه له دوت بتاع الدقيق والنشا. زي ما حضراتكم شايفين انا حطيت هنا السمكتين، وهبدأ ان انا اخد معايا السمكتين التانيين اغلفهم كويس جدا بالكفر. ولو بيكون في اي طبقة من الدقيق زيادة ببدأ ان انا انفض السمكة معايا كويس، علشان خاطر دوت بينزل في الطاسة بتاعة التحمير وبيتحرق وبيدي شكل مش لطيف خالص. ده غير ما هو بيغمق معايا الزيت جدا، وممكن لا قدر الله يحرق معايا السمك. فضروري بعد ما نقلب السمك في الكفر اللي هو الخارجي ده، ضروري ان احنا ننفضها من اي دقيق بيكون زيادة عليها. تمام. طبعا السمكتين التانيين انا حطاهم معايا على النار، اول ما بيتحمروا وبياخدوا لون ببدأ ان انا اقلبهم على الناحية التانية. حطيت معايا هنا قشر ليمونة علشان خاطر بيقلل من الزفارة بتاعة السمك، وعلشان خاطر برضو بيساعد ان الزيت معايا ما يتحرقش، وان السمك معايا ما يطلعش لونه غامق، يعني بيساعد معايا كتير وفوائده كتير. تمام. بعد كده اول ما السمك بياخد لون من الناحية دي ببدأ ان انا اقلبه على الناحية التانية. ما ينفعش ان انا اقلبه خالص قبل ما ياخد لون ويكون استوى تماما من الجنب اللي كان عليه الاول، عشان خاطر السمك ما يتهريش معايا. نخلي بالنا كويس جدا من الآلية بتاعة السمك، عشان خاطر السمك برضو ما يطلعش معانا ني، وما يطلعش معانا مستوي قوي او محروق ويتهري مننا اثناء التسوية. تمام لحد كده. بعد لما السمك بياخد معايا لون من الناحية التانية وبيكون معايا اتحمر كويس جدا واستوى، ببدأ ان انا اصفيه كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين من اي زيت بيكون زيادة فيه، عشان خاطر الزيت دوت ممكن بعد كده يطر السمك معايا. فضروري ان احنا نصفيه كويس جدا عشان السمك ما يطرش معانا. وبعد كده بطلعه على مناديل المطبخ زي ما حضراتكم شايفين، وبحط بقى معايا الطاسة التانية. تمام. كان الجمبري معايا استوى زي ما حضراتكم شفتوا في الاول، ودلوقتي الرز معايا استوى ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم معيار الميه دوت بيساعد على ان الرز يطلع معاكم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يعني الرز يطلع معاكم مفرفر كده، ويطلع كل حبه مش ماسكه في التانية، يعني يكون الرز كده مش معجن في بعضه ويطلع معاكم بالشكل القمر ده. ما شاء الله اللهم بارك. اعتمدي الطريقه ديت في الرز الصياديه، مش هتغيريها ابدا، وهتشرفك جدا قدام ضيوفك لو عندك ضيوف او عامله عزومه مثلا. تمام. هبدأ بقى ان انا اغرف معايا كده الرز وهو سخن زي ما حضراتكم شايفين. انا هضيفه كده الاول في البولة ديت او الطبق دوت اللي هو بيدي شكل كده، يعني شكل وردة كده، علشان خاطر يتقدم فيه بيكون شكله حلو جدا في التقديم. تمام. بعد كده بضغط عليه بظهر المعلقة لغاية لما اكبسه كويس جدا جوه الطبق، وبعد كده بقلبه على الطبق التقديم. بيكون معايا بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه معايا دلوقتي ده. اللهم بارك. شكله بيتكلم عن نفسه، مش محتاج ان انا اتكلم عنه. وزي ما حضراتكم شفتوا الحبايه بتاعه الرز معايا ما شاء الله مستويه السوى يعني مظبوط، لا هي نيه ولا هي معجنه. بعد كده قدمت معايا الاكل زي ما حضراتكم شايفين اللهم بارك. شكله جميل ويفتح النفس. عايزه اقول لكم بقى ولا مطاعم ولا تروحوا تاكلوه بره ولا تدفعوا عليه مبالغ قد كده. يعني بمكونات يعني موجودة في اي بيت. والجمبري لو حضرتك مش في استطاعتك ان انت تشتريه ممكن تستغني عنه، او لو في استطاعة حضرتك وربنا يا رب يرزق الناس جميعا، ممكن لو مثلا ربع كيلو يكفي اسرة 4 افراد او 5 افراد، وممكن نص كيلو لو في استطاعتك برضو زي ما انا ما عملت. وربنا يا رب يوسع على الجميع ويرزق الناس جميعا. حابة افكركم تاني بالسؤال بتاع الحلقة. السؤال بيقول ما هو دعاء سيد الاستغفار؟ اللي يعرف الإجابة يكتبها في التعليقات، واللي ما يعرفش ما ينساش يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استنوني في فيديو جديد واشوفكم على خير. وما تنسوش اللايك والشير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.